السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الحصة اللي فاتت أخدنا القيمة المكانية للرقم، وقلنا يعني ايه القيمة المكانية، يعني الرقم مكانه فين أو الخانة بتاعته اسمها ايه. تمام. النهاردة هناخد القيمة العددية للرقم، يعني الرقم ده بيساوي كام، يعني بكام الرقم ده. ماشي تمام. أو الرقم ده بيعادل ايه. تمام. فهنيجي هنا نشوف هنا، يعني اما نيجي نشوف 546 وعامل علامة على الخمسة، فالخمسة ديت في ايه؟ في المئات. فنقوم جايين رايحين عاملين كده اهو، خمسة وقدامها صفر وصفر عشان هي مئات. تمام. واحنا قلنا ان الآحاد غلبان، الرقم زي ما هو ما بيديناش حاجة، انما في العشرات بيدينا ايه؟ صفر. في المئات بيدينا ايه؟ صفرين. تمام. طيب هنا بيقول الرقم خمسة بيعادل ايه او قيمته بكام. هنقول رقم خمسة في العشرات يبقى ب50. طيب رقم هنا 341، الرقم 4 بيعادل ايه؟ 40 بردك، لان احنا هنا قلنا ان الآحاد غالبا ما بيديش حاجة، انما العشرات بنحط قدامه ايه؟ صفر واحد، يدينا واحد، صفر واحد بس. طيب لما نيجي نشوف 618، الرقم 8 في الآحاد يبقى هو زي ما هو غلبان، احنا قلنا الآحاد غلبان بيتحط زي ما هو. تمام. ماشي. بيقول هنا ايه؟ 542، الرقم العدد 4 يبقى هي في العشرات، آحاد عشرات يبقى ايه؟ بصفر، يبقى الأربعة هتساوي ايه؟ 40. يبقى تاني احنا قلنا ان القيمة العددية يعني الرقم بكام، معناها الرقم بكام او بيعادل ايه. الرقم بكام او بيعادل ايه، بيساوي كام يعني. تمام. وقلنا هنا الرقم، اول رقم عندنا ان هي 546، هو عامل لي علامة على الخمسة، يبقى 500 في المئات، الخمسة في المئات بكام؟ ب500. طبعا احنا قلنا الآحاد الآحاد غلبان مش بيدينا حاجة، العشرات بيدينا صفر، المئات بيدينا صفرين اتنين. تمام. هنيجي هنا للرقم 752 وعامل لي علامة على الخمسة، فطبعا هنا يبقى الخمسة ديت ايه؟ عشرات. لان احنا بنقول آحاد مئات عشرات، فالخمسة في العشرات فهتدينا ايه؟ احنا قلنا العشرات ايه؟ بتدينا صفر واحد. تمام. 341 عامل لي علامة على الأربعة، فبيقول لي الأربعة هنقول آحاد عشرات هتبقى في العشرات، فهتديني ايه؟ 40. 618 التمانية في الآحاد، والآحاد غلبان زي ما هو، هيدينا نفس القيمة نفس النتيجة. 542 الأربعة في العشرات، آحاد عشرات مئات، وهي في العشرات آحاد عشرات، هتدينا ايه؟ 40، لأن العشرات بيدي صفر واحد. تمام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.